كلنا واحنا صغيرين كان عندنا احلام كتير جدا. اللي كان بيحب الرسم ورسمه جميل والعيله تقول له انت رسمك جميل انت فنان، يقول لك انا هكبر وهبقى حاجه كبيره وهعمل لوحات وابيعها باسمي. واللي كان بيحب كرة القدم ويدخل أندية ويطور من نفسه وفعلا يحقق أجوان وحاجة كبيرة، يقول لك أنا هكبر وهبقى لاعب مشهور. تعدي الأيام ونكبر ومفيش حاجة بتتحقق. ده بيرجع لإيه بقى؟ بيرجع لحاجة اسمها العقل الاستراتيجي، إن أنا أحدد الهدف وأحاول إن أنا أنفذه فأحطه في الفعل مرة واحدة، وأكتشف المشاكل والتحديات اللي ممكن تواجهني. ممكن إن أنا أعدي بالمشكلات وأعدي مشكلة ورا مشكلة، وبيحصل إن فجأة ألاقي مشكلة كبيرة وقفت قدامي تخليني أسيب كل اللي أنا كنت بعمله. من غير ما نكلكع الكلام ونقول كلام كتير ونقول كلام صعب، نقول كده الدنيا ببساطة وسهولة، إن العقل الاستراتيجي والتفكير الاستراتيجي بالنسبة للعلاقات أهم مشروع عندي هو الجواز. فبالتالي الجواز كمنظومة وكمشروع قائم بذاته علشان ينجح ده محتاج مقومات كتير ومحتاج تخطيط كتير، وإذا نجح يترتب عليه مشاريع كتيرة ناجحة. اتعمل إحصائيات ودراسات بتقول إن 1 من 2 بيبقى نفسه يعيش في مكان تاني، يشتغل شغل تاني، يعيش مع حد تاني، بالرغم إن هو اشتغل على حسب مؤهلاته واختار شريك حياته بكامل إرادته، محدش غصبه، بالعكس كان بيشوف فلانة وفلانة وفلانة وبيختار بكامل إرادته. ومع ذلك بيدخل في الدايرة دي بقى إن هو بيخترع أو بيتمنى عالم تاني خارجي، فبالتالي هو بيبقى نفسه في حاجات كتير ونسي الإمكانيات اللي موجودة عنده، ونسي قيمة الشخص اللي معاه اللي بيشاركوا الحاجات دي. فبيدخل كده في دايرة كده من الاكتئاب، لا هو قادر يعيش في العالم الخارجي اللي هو نفسه فيه، ولا عارف يعيش مع الشخص اللي هو اختاره بكامل إرادته ويديله القيمة الحقيقية بتاعته. مادام بقى الجواز عندي هو مشروع مهم جدا أكتر من المشاريع اللي أنا بدور عليها عشان تدخلي دخل مادي، فبالتالي ده محتاج تفكير استراتيجي. ببساطة كده علشان ما نخشش في حوارات التفكير الاستراتيجي والعقل الاستراتيجي، تفكير استراتيجي يعني في بعض الحاجات أنا لازم أعملها وتتمتع بالمرونة. أول حاجة تحديد الهدف. اكتب هدفك في ورقة. أنا هنا هوجه كلامي للرجالة مش هوجه كلامي للستات، لأن دايما اللي بيدور على العروسة هو الراجل مش الست، والست بتعيش تحت جناح الراجل، فبالتالي الراجل هو اللي عليه طلبات كتير. طيب أنا بحدد الهدف، يعني انت عاوز دلوقتي، انت عاوز تتجوز، عاوز تعمل مشروع أسرة، وعايز ان انت تستقل بذاتك ويكون ليك العالم بتاعك. فبالتالي انت بيبقى في مخيلتك شريك حياتك، بترسم له كده صورة في دماغك، بتبقى عاوزها مثلا مثقفة زيك، بتبقى المستوى الاجتماعي متقارب، بيكون بنت أصول، بندور على أهلها مين، هي بنت مين، هي بتشتغل ايه مميزاتها البنت دي، سلوكها شكله عامل ازاي، متدينة متحررة، بنشوف ايه مواصفات الشريك اللي انا عاوزه في حياتي. فبالتالي انا بحدد الشكل العام بتاعه، وبعدين ببدأ ان انا ادور عليها، ببدأ بقى اشوفها، هل بقى كل واحد انا ممكن مثلا انت اعجبت بواحدة، هل اللي انت اعجبت بيها دي هل دي تصلح ولا لا تصلح؟ فبالتالي انا هحدد انها تصلح او لا من خلال الصورة اللي انا كنت مخطط لها في الاول. الحاجة التانية تحدد الاحتمالات والمشاكل والتحديات اللي انت هتواجهها. خلاص انا دخلت المشروع ده، وبالتالي انا في حاجات معينة انا لازم احطها في بالي. يا ترى انا مستعد للجواز في الوقت ده؟ هل انا امكانياتي تسمح ولا امكانياتي لا تسمح؟ يا ترى انا هعيش فين؟ يا ترى في شقة ايجار ولا انا عندي شقة تمليك؟ يا ترى انا عندي الوظيفة اللي تكفي احتياجاتنا؟ طيب ولو شقة ايجار في جزء مستقطع للايجار. طيب أنا عندي مصاريف وعندي التزامات بما فيهم مصاريف الزوجة اللي أنت هتتجوزها، يعني هي ليها مصروف شهري لازم تاخده منك، ده المصروف الشخصي بتاعها. ليك مصاريف البيت من كهرباء لمية لإيجار. هل أنت مستعد للكلام ده كله، ولا هي الموضوع في الأول وفي الآخر كده الجواز وبعد كده المشاكل تتحل مع نفسها؟ فأنا لازم أخطط للمشاكل والتحديات. لا، والأجمل من كده أوضع خطط إن لو دخلت في المشكلة دي أحط لها حل وأعيش المشكلة، وأحط حلول بديلة، وأحط أفكار بديلة.
بحيث ان لما تحصل المشكله يبقى انا ردها عندي، يبقى انا ما اتفاجئش. ده في علم النفس اسمه قانون التحكم في الذات، ان انا عشت المشكله وحطيت لها الاحتمالات بتاعتها وحطيت لها الحلول، واذا حل ما نفعش احط الحلول البديله، فبالتالي انا قدرت ان انا اواجه التحديات من قبل ما تحصل. الحاجه الثالثه التوقيت. يا ترى التوقيت مناسب للجواز ولا لسه شويه؟ هنا بقى التوقيت عليكم انتوا الاتنين، الست والراجل. هل التوقيت ده مناسب؟ هل انت مستعده انك انت تكوني ام وزوجه؟ هل هو مستعد ان يكون اب حقيقي وزوج؟ هل انت تقدر ان انت تدير اسره؟ هل ظروفك دلوقتي تسمح بكده؟ خلاص انا قررت، حددت الاهداف وحطيت الصعوبات والتحديات اللي ممكن تواجهني، وخلاص انا كده مظبط الدنيا دي. التوقيت بتاعك ظروفه ايه؟ ولا انت عاوز تروح تخطب وبعد ما تخطب لا ده الدنيا باظت مني فلتت، ده بروح اسال على اسعار الشقق ده غاليه، ده الايجارات انا مش عارف انا هسكن فين. ليه؟ لان انت كنت داخل يلا اي شقه ايجار في اي مكان وخلاص. لما دخلت بقى لقيت الحياه على ارض الواقع مختلفه، اللي انت اخترتها دي مش موافقه بالمكان ده، او مش مناسب ليها، في حاجات تانية مكان يعني الاسعار غاليه. لا، انت لازم تكون من ضمن التحديات اللي انت درستها يكون الجزء ده من ضمنه. فبعد كده احدد التوقيت مناسب، اوكي، مش مناسب ااجل، ما تفاجئش وما فاجئش الناس اللي معايا. وفي ناس تانية تقول لك ايه، كل حاجة مناسبة والتوقيت مناسب بس نأجل الخلفة، احنا لسه صغيرين نستمتع بحياتنا شوية. او لا انا معرفهاش، انا اعيش معاها كده سنة سنتين لقيتها كده يعني ماشي الحال يلا نخلف. لا، انت مستعد، يبقى انت مستعد للجواز. ده المشروع، المنظومة بتاعتنا اللي احنا بنقول عايزينها تطلع ناجحة، فبالتالي لا، مفيش حاجة اسمها أجل. أنا بتجوز عشان أنا عايز أستقر، عشان أنا عاوز أعمل أسرة. آخر حاجة بقى تكون التنفيذ. خلاص ده أنا خططت وحددت الأهداف وقدرت أقعد مع نفسي وحددت إيه المشاكل اللي ممكن تقابلني، ولو قابلتني أنا أحلها إزاي. طبيعي الجواز مليان مشاكل وهنتكلم فيها بعدين، دي هنتكلم على الاختلافات اللي بيتحطوا فيها الزوجين بعد الجواز. ده طبيعي، فلازم عليك انت يا معلم تقعد كده وتفكر وتشوف. كلنا بسم الله ما شاء الله الميديا ما سابتش حاجة، كلنا الرجالة عارفة كل حاجة عن الستات والستات عارفة كل حاجة عن الرجالة. تقعد كده وتحط الاحتمالات وتحط المشاكل اللي انت ممكن تواجهها وتحلها ازاي. وخلاص ظبطت توقيتك، ظبطت دنيتك، انت مستعد، اقول لك نفذ. اتمنى ان يكون المحتوى عجبكم. اذا عجبكم المحتوى اعملوا لي لايك واشتركوا معايا في القناة. اشوفكم على خير المرة الجاية بإذن الله.